السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. بصوا بقى يا حبايبي، انا بقالي فتره كبيره عارفه بنزل لكوش فيديوهات، بس كان عندي ظروف والله وكنت قاعده يعني عند والدتي وكده، وبصراحه ما عرفتش اصور لكم هناك خالص. اختي كانت تعبانه وعامله عمليه، وكان ناس بتيجي بقى وكده، فبصراحه ما كنتش بعرف اصور. انا رجعت البيت بقالي كام يوم وايه. اول يعني لسه اول حاجه اشتريها هي جبت اليميش بتاع رمضان. مصوره لكم جوله في السيده تعجبكم قوي. اوريكم دلوقتي اليميش واقول لكم على الاسعار بتاعته، وبعدين الجوله تنزل لكم بعد ما اوريكم اليميش بتاع رمضان. النهارده كده اول ايه سلسله بتاعت فيديوهات رمضان ان شاء الله. هوريكم النهارده اليميش، هنفرز بقى مع بعض ان شاء الله. هفرز لكم فراخ وبانيه بطرق حلوه قوي، نعمل كوردن بلو ونعمل كذا حاجه مع بعض. و... وبرضو اللحمه، هجيب لحمه برضو وافرزها معاكم، وهنعمل صلصه وحاجات يعني كده. هينزل لكم بقى ايه الفيديوهات اللي جايه طبعا غير المسيح بقى وكده. بصوا انا كنت قاعده عند والدتي زي ما بقول لكم، وعيالي كانوا هنا. انا جيت لقيتهم بقى بص شايلين الديكورات والحاجات اللي في المطبخ كلها. بصوا شايلين، بصوا كل حاجة. ويعتبر كانوا ماسحين الشارع، بس قلت لهم لا طبعا انا مساحة تاني. بحب طبعا ايه يعني اعمل كده الحاجة، وحتى لو ما اعمل حاجة اكون واقفة معاهم. هنرجع طبعا نعيد على كل حاجة تاني، نعمل المطبخ ونمسح الشقة ونفرش ان شاء الله مع بعض، واوريكم الديكورات بتاعت رمضان. انا عندي حاجات ديكورات كتير، هجيب عليهم بس حاجات بسيطة كده السنة دي. لكن انا السنة اللي فاتت يعني كان عندي ديكورات كتير، وكنت شايلة السنة اللي فاتت برضو حاجات. فيلا بقى دلوقتي اوريكم المشتريات اللي جبتها، وبعدين انزل لكم الجولة اللي عملتها لكم في السيدة. بجد الاجواء هناك تحفة، وشغالين بقى اغاني رمضان، والاجواء حلوة قوي هناك. هفضلكم الحاجات كلها واقول لكم بقى جبت ايه. بصوا حبايبي، ده اليميش اللي انا جبته. دول اليميش، فاضل بس البلح الناشف. مش البلح الناشف بس اللي فاضل، لا ناقص لي حاجات كتير، قصدي يعني على اليميش نفسه. اليميش اللي هو الجوزلين والزيب والحاجات دي، ناقص لي البلح الناشف اللي هو الخشاف ده اللي بنعمله بالقمر الدين. هو ده اللي ناقص لي. وطبعا لسه بقى ناقص لي، طبعا هجيب رز ومكرونه وزيت وسمنه وحاجات كده يعني من العطار يعني. بس النهارده بس انا جايبه يميش رمضان من المقله مقله في السيده. انا صورت لكم اسمها، هي جنب صوبيا الرحماني على طول. بجد حاجتها تحفه، والمكسرات بتاعتها حلوه قوي قوي. انا كنت هناك من قريب، وكنت جايبه من عندهم كاجو. بجد الكاجو تحفه تحفه يعني، مش قديم بقى ولا حاجه، ومحمص كده وطعمه حلو قوي، بتحسه مسكر كده. عندهم كل المكسرات، عندهم ميكاديميا. ناس كتير بتدور عليها مش بتلاقيها موجوده عندهم هناك. وعندهم بيكان، عندهم كل الانواع المكسرات اللي انتوا عايزينها. بصوا بقى يا حبايبي، هوريكم دلوقتي الحاجات واقول لكم على الاسعار. بصوا هي المكسرات كل حاجه جايباها ربع، وبصوا ما شاء الله كتير. بصوا ده عين جمل. عين جمل الكيلو ب720، الربع ب190. بصوا شكله عامل ازاي. استنى افتحه واوريكم. بصوا الواحده كبيره كده، مش مكسر مثلا او حاجه، لا. وده زبيب، جبت برضو ربع، مرضتش اكتر بصراحه. لان انا عندي السنه اللي فاتت رمضان اللي فات كنت جايبه نص، لسه عندي والله في التربو. ما بستخدمهوش كتير. في القطايف مثلا، محشي القطايف بحب احطه مع المكسرات. على وش الرز بلبن بس كده، ما بستخدموش في حاجه تاني.
فجبت ربع، دول ب63. وقلت برضو يعني لو حسيت ان هو قليل او حاجه رايحه هايبر ان شاء الله. انا كنت قايله لكم اجيب اليميش من هايبر، بس بصراحه رجعت جبت من المقله ديت. يعني ماما وعمتي كده كانوا شارين منها السنه اللي فاتت وقالوا لي بصراحه الحاجات بتاعتها حلوه قوي، وانا زي ما بقول لكم جبت كاجوال عندهم كان تحفه بصراحه، فقلت اجيب اليميش من عندهم. هايبر بقى اروح عشان عايزه الممبار بتاعهم بصراحه تحفه. بيكون مغسول يعني ونضيف على الايه، يعني بعصر عليه بس ليمون وشويه دقيق كده اشطفه واحشيه على طول. والزبده بتاعتهم تحفه. انا رايحه عشان الممبار والزبده، لكن مش محتاجه حاجه تاني من هنا. بصوا بقى، ممكن بقى قلت لو لقيت الزبده هناك ممكن ابقى اجيب كيس يبقوا معبينه كده في اكياس. جبت ده، الكيلو كان ب240، دول ب63. وجبت ربع بندق، كان عندهم بندق ده وبندق اللي متقشر، بس انا جبت ده، الاتنين بنفس السعر. بصوا الكيلو ب880، انا جبت ربع ب233. يبقى كده جبت ربع بندق وربع يعني جمل، مش بحب اللوز فما جبتش. وجبت فستق، بس بصراحه جبت تمن بس ما جبتش ربع، لاني برضو عندي الفستق بتاع السنه اللي فاتت. انا بجيبه بس عشان ايه، القطايف عارفين اللي بعملها كونو بتبقى مدوره بتتحشي كريم شانتيه. بعد ما بحشيها بحب انزلها كده في الفستق، بيبقى لون اخضر بقى مع الكريم شانتيه ابيض، بيبقى شكلها حلو قوي. بس هي بستخدمه في ده بس، لكن ما بحطهوش مع الحلويات يعني او حاجه. هو بعوزه بس وممكن برضو الكنافه اللي بتبقى عليها كريم شانتيه برضو برش عليها على الوش بس كده. فجبت تمن، وجبت تمن برضو كاجو. ده هناكله بقى، هناكله دلوقتي يعني بعد ما نصور كده هناكله. ده الكيلو كان ب800، دول ب112، 140 جرام. بصوا طعمه تحفه تحفه يا بنات. ودي مشمشيه جبت ربع، الكيلو ب800، الربع ب200. بس جامبو بقى كده، ومش اللي هي المشمشيه الصغيره، لا حجمها كبير قوي. بصوا واضحه، بصوا حجمها كبير وحلو قوي. وجبت دول، ده بقى تمر اللي هو التمر الطبيعي. انا هجيب له كركديه، هجيب له كركديه على دي، واحط تمن كركديه واغليه، واحط كيلو سكر، وبعملهم بقى مع بعض على النار بيبقى مركز. بحطه في ازازه بقى واحطه في التلاجة. اجي بقى اعمل عصير، احط ميه وعليها ده، واشوف لو عايز شويه سكر تاني بحط. بيبقى طعمه تحفه التمر الطبيعي على الكركديه، بيبقى بجد حلو قوي. وجبت صوبيا الرحماني، ديت كانت ب80 جنيه، دول 400 جرام. بس طعمها حلو قوي قوي، غنيه كده وتحس مركزه جميله. انا كنت جايباها السنه اللي فاتت من عندهم برضو، هما جنبهم صوبيا الرحماني على طول، الصوبيا عنده بتتاكل دي. المقله دي جنبيها على طول في السيد. جبت بقى منهم الصوبيا دي زي ما بقول لكم ب80 جنيه، 400 جرام، بس تحفه والله بجد طعمها. لو حد يعرف الصوبيا اللي في السيده، عفوا في العتبه، محل بتاع عصير هناك كبير كده، الصوبيا بتاعته نفس الطعم، دي بتبقى تحس تقيله وغنيه كده. جبت نص جوز هند، جبت بصوا ربع، بصوا تحس ايه ده، بصوا تحس مبشور كده، شايفين مبشور طويل كده. دول ب102، 270 جرام، الكيلو ب380 جنيه، دول ربعهم. وده اللي هو اللي هو العادي الناعم يعني، مش مبشور زيه كده. الكيلو ب240، دول ب58 جنيه، 245 جرام. ريحته بجد حلوه قوي، ريحتهم جميله قوي الاتنين. وجبت قمر الدين الاحلام، جبت 2 بصراحه، ده انضف نوع، انا بحب النوع ده قوي. جبت 2 منه. ده كان ب120.
وجبت بلح القوسين، بس بصراحه ده بعد ما جبته ومشيت لقيته غالي قوي، بس خلاص كنت جبته هو ب200. انا بجيب بلح القوسين اللي هو العلبه بتاعته لونها اخضر كده، لونها اخضر وعلبه اللي عامله زي الورق، مش بلاستيك كده، عامله زي الورق. الكيلو ب120، ده ب200. القوسين برضو ب200، هو تقريبا نفس البلح اصلا، يعني هو نفس البلح، بس ده عشان في علبه اكليريك كده. التاني العلبه ورق، بس العلبه كده احنا هنعمل بيها ايه. بس انا كنت ناسي سعر التاني، لو كنت فاكراه ب180 قلت شو من فرق 20، لقيته ب120. يلا مش مهم. ده كده زي ما بقول لكم كيلو ب200 جنيه بس كده. ده اليميش اللي انا جبته، ان شاء الله لما اجيب بقيه الحاجات هوريها لكم برضو. لسه بقى اجيب الرز والمكرونه، الحاجات من العطاره يعني وكده، وبسبوسه بقى ومحتاجه برضو لبن بودره عشان البسبوسه اللي بعملها الملكيه دي اللي بالحليب البودر المحمص تبقى تحفه. هجيب لها برضو لبن بودره، يعني حاجات من العطاره كده ان شاء الله لما اجيبها هوريها لكم بكره باذن الله. ممكن انزل لكم فيديو تفريزات الفراخ ان شاء الله باذن الله. ممكن هنزل لكم ده يعني، والتاني انزله لكم بكره. هحط لكم بقى دلوقتي الجوله واتفرجوا عليها كده وشوفوا بقى الاجواء هناك عامله ازاي. بجد الاجواء حلوه قوي، هي الدنيا زحمه موت، بس انتوا عارفين موسم بقى وكده، فاكيد يعني هتبقى زحمه. بس يا حبيبي كده الفيديو بتاعي يعني يكون خلص. هنزل لكم بقى الجوله واتمنى ان الفيديو يعجبكم. متنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، عشان ينزل لكم كل الفيديوهات الجديده. اتفرجوا على ايه؟ هنخش منين؟ تعالي من قدام. يلا يا بني وصول تاني. شو رايك تاني؟ عجيني يا دي. يلا يا بني وصول تاني. هضرب تاني. الحين منكوشة كتير بيجي. يلا تعالي شو لك يا عروس. لا مش انا اللي تعالي شوفي العروسة دي. لا انت خلصتي، انت شوفي انت عايزة ايه. لا دي معاكي. انا هناخد من هنا الخطوة. بقول لك شوف لها يا اما عروسة اجرب فيها شوكولاتة مستنيني. اديني حتة كده. عجيني يا منير عج. بقول لك انت دوت كده تجيبوه اهو تحت الزوق. لا وقت الشغل ده شغال مايك يا مسال يا مسال. انت ممسكاني واحدة مروشة. خلي بالك. يلا بصي يا صابرين بيجروا.
يا ربنا على بتوع الحرام اهو الناحيه الثانيه. ايه ده في ايه؟ تمشي معايا رصيد وقلت تشاطرني ولا انا طالعه ما كانش معايا ناس، عارفه انا طالعه من المطبخ والحمام بعد ما عملت كنت شتي انت عايزه تعملهم معايا وهي كانت تعبانه مش هقدر عليهم لوحدي. طالعه بعد الفجر بدل صليت الفجر ولا صليت اليوم كله ولا اي حاجه. عليا كل ده وهي ضربت العيال اتنشفت يعني. والله اتهزمت يا فرح. بس هم صراحة ربنا ما بقوش يسمعوا الكلام. ولا احنا كدابين. ربنا ربنا ولع علينا، شباب توبة للكعبة هم غلطانين. هيكون فين يعني؟ بيرد عليا حتى لو ساعد. بيقول لك جاية ورا معاه. هو يرتاح. هو زمان كله وصل. هو مش عارفه ولا كمان. لما رايح فين؟ جبتينا. خد يا بنت. ايه كلكم كده روحوا في جنب شهد. هو فين؟ بكتير مليان وحاوي وحاوي مفيش غيره. ده العذاب ده.